بدق الباب علينا من كثير نواحي. بعض الأحيان بخلينا نحس إنه نحن ما إلنا نفس للحياة، وأحياناً بخلينا نحس إنه نحن تعبانين من كتر المسؤوليات، وأحياناً بنحس إنه الضغط اللي صار علينا صار overloaded، مش عارفين شو نعمل. فبنبدأ نفكر بحلول. من أخطر أنواع الملل اللي ممكن يطرق على حياتنا هو الملل ونحن عم نربي أطفالنا. يا ترى شو الحلول الموجودة إنه نحن نكسر هذا الملل والروتين؟ طب كيف نحن ما نوصل لأولادنا هذا الإحساس برغم الظروف اللي عم نمر فيها دائماً والضغوطات الحياتية اللي بنعيشها يوم ورا يوم؟ هلأ في كتير أوقات الحياة بتخلينا نحس بأنه الأشياء اللي حوالينا صارت كتيرة، اختيارات كتيرة، السوشيال ميديا وتأثيرها علينا، كيف الأهالي بتحكي عن أولادها وكيف كل أم بتحاول إنه هي تستعرض أحسن ما عندها، أحياناً بسبب لنا إحساس بأنه نحن مش كافيين أو اللي عم بنقدمه لأطفالنا مش كافي. فطيب شو الحلول؟ الحلول إنه نحن نطلع برا الأفكار العادية ونجرب أشياء جديدة مع أطفالنا. مثال إنه أنت ممكن مثلاً تتعاملي مع الطفل هذا على إنه هو صديق أو صديقة لإلك، تطلعوا أوتينج مع بعض، تفطروا، تشربوا فريش جوس، تتمشوا، تتحدثوا مع بعض، تعملوا كواليتي تايم بطريقة مختلفة. طب في البيت ممكن نلعب تحت إشراف الأم طبعاً والأب، ممكن نعمل بابلز، نلعب بالماء، يوم يكون مختلف، يوم نختار انه نكسر القواعد، طبعا بليمت انه نحن نحددها ونقدر نكون تحت رقابة الاهل، بس نحاول نخلي الاطفال يصنعوا الذكريات معنا. يعني لما يكون في يوم مطر ممكن ننزل نخلي الاولاد يلعبوا بالمطر، ولو كان في يوم هم حيلعبوا بالطين او بالرمل او بالاشياء هاي، صح هي ممكن تكون كسر لقواعد النظافة والامان، وانه هم ممكن يتعرضوا لورمز او لجراثيم، بس عادي تحت اشراف الاهل وانه هم يغسلوا الايد. احيانا كثير الاطفال هاي محتاجه تحس بحبك لإلها بالوقت اللي انت بتقضيه معاهم، ويحسوا بانه هم وانت واحد. او مثلا فكره ثانيه انه مثلا يكون الطفل هذا في دور الام او الاب، يعني ممكن تعطيه بادجت مبلغ من الفلوس وتخليه هو يعيش دور الام والاب، وتشوفي كيف هو رح يتعامل مع اولاده. تساليه سؤال، طب انت لو كنت بابا او ماما كيف كنت رح تتصرف لو كنت في هذا الموقف؟ وكمان فينا نضيف على الافكار انه ممكن تصحي الطفل بصباح مختلف، انك تجيبي له ورده، شوكليت، تقولي له كلام مختلف، يعني صباح الخير على مثلا احلى هديه من رب العالمين، تقولوا لهم كلمات تعطوهم حب، تعطوهم امل في هي الحياه. كمان افكار قبل النوم، ممكن نعمل سينما تايم، ممكن نلعب لعبه مع بعض، ممكن نعمل بيت بيوت في البطانيه والالعاب، او ممكن تجيبي بوكس وتكتبوا عليه افكار، وكل اسبوع الطفل يختار مفاجاه انه هو يعملها او اكتيفيتي تعملوه مع بعضكم البعض. على فكره احلى شيء في هي الحياه الذكريات اللي بتتصنع بالطفوله. هاي الذكريات بتعطي الاطفال طاقه وتشارج انه هم يعيشوا اطول مده ممكنه في حياتهم وهم مبسوطين، وانتم سايبين اثر جميل في حياتهم، رح يفتكروكم دائما، ورح يكونوا هم السبب انه ينقلوا هاي المشاعر الحلوه لاولادهم، ومن جيل لجيل توصل بطريقه حلوه ومميزه. خليكم دائما معنا خطوه بخطوه لنوصلكم لانتم اطفالكم لاحسن مكان، ونحافظ على الهديه اللي اعطانا اياها رب العالمين.